وحكاية ملخصنا النهاردة هيكون الجزء الثاني من فيلم افاتار، وبيبدأ الفيلم على كوكب النافي وتحديدا في غابات البندورة مع جاك ومراته نيتشي اللي بقوا عايشين في امان وسلام بعد ما تخلصوا من الذئاب البشرية اللي كانوا بيحاولوا يخلصوا عليهم ويدمروا كوكبهم، وفعلا بيعيشوا في حب وسعادة وبيخلفوا 4 أولاد ما عدا بنوتة واحدة بس اسمها كيدي بتكون بنتهم بالتبني، وبنعرف ان كيدي تبقى بنت الدكتورة جريس. وفي ليلة من الليالي بيكون سهران جاك ونيتشي وبيقضوا وقت رومانسي مع بعض في الغابة، وفجأة بتتحول ملامح نيتشي أول ما بتشوف نجم فضائي بيقرب من كوكبها، لأن النجم ده هو عبارة عن مجموعة من السفن البشرية اللي جاية عشان تحاربهم وتدمر كوكب البندورة. وفعلا بعد ثواني بتقرب السفن من كوكب النافي وبيخرج منها نار قوية أثناء هبوطها، والنار دي بتكون هي السبب في حرق الغابات وقتل أغلب الكائنات اللي موجودة على الكوكب. وبعد كده بنشوف العقيد ميليس كويتش وهو بيرجع للحياة تاني بعد موته وبعد ما تم تحويله ونسخه الراجل نافي، وأراد العقيد نسخه قبل ما يموت علشان يقدر يكتسب قدرات قبيلة النافي ويبقى قوي زيهم، وبالتالي هيقدر ينتقم من جاك وناتري اللي كانوا السبب في قتله. وبيشوف الفيديو اللي صوره لنفسه قبل ما يموت عشان يتذكر حياته القديمه كانت ازاي وعباره عن ايه. وبيستعد جاك وقبيله النافي وبيطلعوا في غزوه لمحاربه البشر اللي كانوا السبب في تدمير الغابات، وبيهاجموا الاسطول بتاعهم وبيفجروا القطر والدبابات، وبتبدا بينهم حرب عنيفه وقويه. واثناء تفجير دبابه من الدبابات البشريه بيتصاب واحد من اولاد جاك، وبيشوفوا جاك من بعيد وبيرجع عليه بسرعه وبيقدر يلحقوا ينقذه، وبتنتهي الحرب دي بهزيمه البشر وانتصار قبيله النافي عليهم. وتاني يوم بيوصل العقيد ميليس كويتش وجيشه للمختبر الخاص بيهم على كوكب النافي، وبيتعرف على الجنرال ارد مور واللي بتكون المسؤوله عن بناء الوطن الجديد للبشريه على الكوكب، وبتستخدم في البناء معدات حديثه وعملاقه عندها القدره على بناء مبنى كامل في يوم واحد. وبيسالها العقيد عن اي معلومات جديده تخص جاك والقبيله، بتقوله ان جاك بنى لنفسه قفص في جبال هوليه في مكان ما محدش يقدر يعرف مكانه. وبعد كده بيستعد العقيد وجيشه للهجوم على قبيله النافي، وبيتسللوا وبيدخلوا مركز عمليات سول السريه، وبيوصلوا للمكان اللي قامت فيها الحرب بينهم من 15 سنة وتم قتل العقيد فيها، وبيشوف السهام اللي اطلقتها عليه ناتري وقتلته بيها. وفي نفس اللحظة دي بيكونوا اولاد جاك في رحلة صيد في الغابة، وبيشوف العقيد وجيشه من بعيد وهم منتشرين في الغابة وبيبحثوا عن شيء ما، وبيتواصل لواك مع والده من خلال جهاز الاتصال الخاص بيهم، وبيكون جهاز الاتصال عبارة عن سلسلة بتلتقط إشارة جوية، وبالتالي بيقدروا يتواصلوا مع بعض. وبيقول لواك لوالده ان في اشخاص اغراب ومسلحين منتشرين في الكوخ، وطبعا بيفهم جاك ان ده اكيد العقيد وجيشه، وبيتحرك بسرعة هو وناتري على مكان الكوخ القديم، وبيشوف اولاده هم اسرى بين ايدين العقيد وجيشه. بتصدر ناتري بعض الاصوات الغريبه واللي بتكون علامات اشاره سريه لقبيله النافي، وطبعا الاولاد بيفهموا الاشارات دي. وفجاه بيهجم جاك على جيش العقيد من جانب، ومن الجانب الاخر من الكوخ بتهاجمهم ناتري، وبيقدروا ينقذوا الاولاد ما عدا سبايدر اللي بيخطف العقيد بعد ما بيكتشف انه بيكون ابنه اللي فقده اثناء الحرب، واعتقد وقتها ان تم انقاذه وترحيله لكوكب الارض. وبيبدا جاك يحس بالخوف والقلق على عيلته، وبيعرف ان العقيد اكيد مش هيسيبه في حاله وهيرجع تاني عشان ينتقم منه، وبيقرر يخرج من القبيله ويهاجر لمكان مجهول محدش يقدر يوصل لهم فيه. ورغم ان ناتري بترفض انها تهاجر وتخرج من القبيله في الاول، الا انها بتوافق بعد الحاح واصرار جاك عليها، وبيهاجروا لجزر اسمها جزر الميكانيتا، وبتكون الجزر دي مشهوره بجزر الشعب المرجانيه لان موقعها الجغرافي وسط البحار والمحيطات، وحياتهم كلها في البحر وصيد الاسماك. وبيتميز شعب الميكانيتا باجسام عملاقه وايدين عريضه. وبعد لحظات بيوصل نواتي رئيس الجزيره وبيرحب بيهم، وبيقول لجاك انهم من اللحظه دي اصبحوا من ضمن عيله الميكانيتا. وبعد ايام معدوده بيرجع العقيد ورجالته تاني لغابات بيلي، لكن المره دي بيكون معاهم سبايدر عشان يدلهم على مكان قبيله النافي. وبيبدا جاك وعيلته يتاقلموا على حياتهم الجديده ويتعلموا العيش والتنفس تحت الميه. وفي الوقت ده بتمر كيد بمرحله نفسيه سيئه جدا بسبب احتياجها وافتقادها لمامتها جريس، وبتحاول تخرج من حزنها وتقضي وقتها كله مع الشعب المرجانيه والتنانير المائيه اللي بتحبهم جدا، وهم كمان اصبحوا بيحبوها جدا. وفي مره من المرات بتكون كيد بتتامل في جمال الكثبان الرمليه واشعه الشمس تحت الميه، وبيجي انونج ابن رئيس القبيله هو واصدقائه بيبداوا يتنمروا عليها ويضايقوها، وبيقول لها انونج انها نسخه مش نافي حقيقيه، وده طبعا عشان مش معروف مين بيكون باباها. وبيجوا اخواتها لواك ونورم وبيشوفوا انونج واصدقائه وهم بيتنمروا عليها، وبيتضايقوا جدا من تصرفاته، وبيطلبوا منه يعتذر من كيدي ويعملها باحترام بعد كده، لكن انونج بيرفض انه يعتذر منها وبيتنمر تاني، لكن المره دي بيتنمر عليهم كلهم، وبيكون رد فعلهم انهم بيضربوه هو واصدقائه ضرب مبرح. ولما جاك بيعرف ان لواك ابنه ضرب انونج ابن رئيس القبيله بيجبره انه يروح يعتذر منه،
وطبعا جاك بيعمل كده علشان يحافظ على اتفاقية السلام اللي بينه وبين رئيس القبيلة، خصوصا انهم ما عندهمش مكان تاني يروحوه، وانما في الحقيقة جاك من جواه بيكون مبسوط جدا برد فعل ابنه على انونج. وفعلا بيروح لواك وبيعتذر من انونج قدام اصدقائه، وبيمثل انونج انه قبل اعتذاره، لكنه من جواه بيكون ناوي على الشر شرير. وبما انهم اتصالحوا واصبحوا اصدقاء، بياخد انونج لواك في رحلة صيد لجزيرة بعيدة ومهجورة تحت المية، وبيسيبوه وبيمشوا بدون ما لواك ياخد باله انهم مشوا. وفجأة بيظهر وحش بحري مفترس وبيهاجم لواك، لكن لواك بيقدر يهرب منه ويتخبى داخل الاعشاب المرجانية، وبيفضل جواها لفترة طويلة لدرجة انه بيقرب يفقد القدرة على التنفس ويفقد الوعي، وبيقرر انه يخرج لسطح المية بسرعة. ولما بيخرج تاني بيشوف الوحش تاني وبيهاجمه تاني، لكن المرة دي بيحالف الحظ، بتظهر سمكة ضخمة وعملاقة اسمها سمكة التوكون، وبيهاجم التوكون الوحش المفترس وبيقتله. بتنقذ لواك وبتخرجه على سطح المية، ومن اللحظة دي بيبقى لواك وسمكة التوكون أصدقاء مقربين. وبعد كده بيعرف نورم على اللي عمله أنونج في أخوه لواك، وبيروح وبيشتكي لوالده رئيس القبيلة، وبيقرر رئيس القبيلة يعاقب أنونج على تصرفه السيء مع لواك. ولكن في اللحظة دي بيوصل لواك للجزيرة، وبيكون رد فعله غريب جدا، وبينكر ان انونج كان السبب في اللي حصل له، وبيقول ان هو الغلطان لانه راح الجزيره لوحده بدون ما يستأذن من باباه. وبعد ما انونج بيشوف لواك وهو بيدافع عنه، بيروح وبيعتذر منه، وبيبقى صديقه المقرب. وبيستمر العقيد في رحله البحث عن جاك ونيتري، وبيقابل في طريقه سفينه بحريه مسلحه متجهه للشمال ناحيه البحار المفتوحه عشان يصطادوا التوكون ويجروا عليه بعض الابحاث، ومن خلالهم بيعرف العقيد ان في قبائل نافي بحريه قريبه من البندوره، وبيتوقع ان اكيد جاك وناتري ممكن يكونوا هاجروا للجزر الشماليه دي، وبيتحركوا على جزر الميكانيتا بالسفن والدبابات بتاعتهم، وبيعذبوا اهلها وبيجبروهم يعترفوا على مكان جاك، لكنهم بيرفضوا يعترفوا على مكانه بامر من رئيس القبيله اللي هو نوتري، وبيولع لهم العقيد في المخيمات بتاعتهم كنوع من انواع العقاب ليهم. وبيسال لواك صديقه سمكه التوكون، وبيقول له هو ليه منبوذ بين القبيله بتاعته ومحدش بيحبه. بيفتح التوكون فمه، وبيفهم لواك ان هو عايز يوري له حاجه، وبعد ما بيدخل لواك فم التوكون بيشوف زهره مضيئه، وبيتواصل معاها من خلال الخلايا العصبيه بتاعته، وبيغمض عينيه وبيبدا يشوف دبابات وطيارات من كوكب السماء اللي هم البشريين زي ما هم بيطلقوا عليهم، وهم بيهاجموا القبيله وبيموتوا ناس كتير منهم. وبعد كده بيفهموا اهل القبيله ان التوكون هو اللي عمل كده، ومن وقتها وهو اصبح منبوذ بينهم ومفيش اي حد بيحبه. وبعد ما بيرجع لواك للجزيره بيتعامل معاه رئيس القبيله بمنتهى العنف بسبب تواصله مع التوكون المنبوذ، لكن لواك بيدافع عن التوكون وبيقول لهم ان انتوا فاهمين غلط وهو ملوش ذنب في اي حاجه من اللي حصلت. وبيتعصب جاك على لواك لان هو كده بالنسبه له بيرد على رئيس القبيله وما ينفعش ان هو يرد عليه. وبعد كده بنشوف السفينه المسلحه وهي بتصيب التوكون الام باشاره تتبع قويه، وبعد كده بيطلقوا محسسات صدى صوت في الميه عشان تخلي التوكون يفقد حاسه السمع، وده لان قطيع التوكون بيتواصلوا مع بعض باستعمال الصوت. وفعلا بينجحوا في اصطياد التوكون الام، وبياخدوا منها ماده دهنيه غريبه، وبتكون الماده الدهنيه دي هي زيت التوكون، واللي بيساعد على ارتفاع نسبه الذكاء عند الانسان وعدم التقدم في العمر، يعني من الاخر كده تخليك في شباب دائم. وعشان كده الزيت ده ثمنه بيساوي ملايين الدولارات. وتاني يوم بينهاروا جدا قبيله الميكانيتا لما بيشوفوا كل سمكه توكون ميت في الميه ومصاب بالاسهم، ومن هنا بيعلنوا الحرب على كوكب السماء. وبيفهم جاك ان اللي حصل ده هي خطه مدبره من العقيد عشان يقدر يوصل له، وبيفكر بذكاء وبيحاول يقنع رئيس القبيله انهم لو دخلوا معاهم في حرب يبقى كده بيعرضوا نفسهم للهلاك، والافضل لهم انهم يوعوا باقي قطيع التوكون على اللي ممكن يحصل لهم ويقول لهم يخلوا بالهم. وبيروح لواك لصديقه التوكون عشان يوعيه، لان مفيش اي حد من القبيله هيروح يوعيه. وفعلا لما بيروح لواك لصديقه التوكون بيلاقيه مصاب باشاره التتبع، وبيعرف ان هو اللي عليه الدور في الصيد، وبيحاول ينقذه هو وباقي اخواته ويخرجوا السهم المصاب بيه من جسمه. وفي اللحظه دي بتوصل سفينه الشياطين زي ما بيطلق عليها قبيله الميكانيتا، واول ما لواك بيشوف السفينه وهي بتقرب عليهم بيتحد هو واخواته انونج وبيربطوا سهم الاشاره بالحبل عشان يقدروا يخرجوه من جسمه، وبينجحوا في ده وبيحرروا التوكون. وبعد كده بيتصل لواك على والده جاك وبيبلغوا ان في هجوم قوي على قطيع التوكون من البشريين، وبيتحد جاك ورئيس القبيله وبيتحركوا بسرعه على جزر الشعب المرجانيه. واول ما العقيد بيشوف لواك ونورم وكيدي بيعرف انهم اولاد جاك، وبيستمر هو وفريقه في مطاردتهم وبيقدروا يخطفوهم، وبيكون من ضمنهم بنت رئيس القبيله. وبعد لحظات بيوصل جاك وقبيله الميكانيتا للسفينه، واول ما بيشوفهم العقيد بيوجه السلاح ناحيه لواك وبيطلب من جاك يسلم نفسه والا هيقتل ابنه قدام عينيه. وبيخاف جاك على ابنه جدا وبيمنع جيش القبيله من اطلاق السهام، وبيتقدم هو لوحده علشان يسلم نفسه. ولكن في اللحظه دي بيظهر التوكون صديق لواك من تحت السفينه، وبيبدا يحاربهم ويدمر السفينه بجسمه العملاق، وبيصدر
بصوت قوي يستدعي به باقي القطيع من التكون، وبيتقدم جيش القبيلة استعدادا للحرب. وبالفعل بتبدأ بينهم حرب شرسة وعنيفة. ناتري بتقدر تصيب سائقين الدبابات الجوية بالسهام وتصفيهم، وجاك بيطارد العقيد وبيحاول يقتله، وكيدي بتكتشف انها بتتمتع بروحانية الاعشاب المرجانية او تتحكم فيهم، تقدر انها تهزم الغواصات المائية وتخلص عليهم. ونورما بيحرر اخواته من السفينة، وسبايدر بيضرب السائقين او بيقدر يعطل محركات السفينة، وبينجح واحد منهم في اختطاف كيدي واسرها داخل السفينة. والتكون بيستمر في تدمير ومحاربة السفينة، وبيرجع لواك ونورما علشان يحرروا سبايدر من داخل السفينة، وبيضربوا الحراس وبينقذوا سبايدر من بين ايديهم. وقبل ما يهربوا بيتصاب نورما برصاصة في صدره، وبيقدر العقيد يخطف كيدي وياخدها معاه هي كمان اسيرة في السفينة. وبترجع توك لما بتشوف العقيد وهو بيخطف كيدي علشان تنقذها، لكن للاسف مش بتعرف وبتقصر معاه هي كمان. وسبايدر وتواك بياخدوا نورما على التنين قبل ما يفقد الوعي، وبيرجعوه على الشاطئ، وبيحاول جاك يعالج جرحه لكن للاسف مش بيلحقه، وبيموت نورما بين ايديه. بتنهار ناتري جدا لما بتشوف ابنها وهو بيموت قدام عينيها، لكن جاك بيحاول يهديها وبيطلب منها تستجمع قوتها وتكون اقوى من كده علشان يقدروا ياخدوا بطار ابنهم. وبيستعدوا هما الاثنين للقضاء على العقيد وينتقموا لابنهم نور. وبيرجع جاك السفينه مع سبايدر وبيتسلل وبيقدر يحدد مكان بناته فين، وبعد كده بيقدر يفجر قنبله في محركات السفينه، وبتهجم ناتري على السفينه وبتتحول لوحش مفترس مشتعل بنار الانتقام، لدرجه ان سبايدر بيخاف منها، وبتقدر هي وجاك يخلصوا على كل رجال العقيد. وبيحس العقيد بالضعف قدامهم لما بيلاقي نفسه بيواجههم لوحده، وبيحط السكين على رقبه كيدي وبيهدد جاك انه هيقتلها لو قرب منه. وبتحط ناتري هي كمان السكين على رقبه سبايدر وبتقول له ولد قصاد ولد ونبقى خالصين. ايه ده، هي الجمله دي وصلت عندكم هي كمان؟ لكن العقيد بيخاف على ابنه وبيحرر كيدي من بين ايديه، وبياخد جاك عيلته وبيمشي. لكن قبل ما يمشي بيقول له العقيد انه مش هيسيبه لحد ما يقتله هو وعيلته ويخلص عليهم كلهم وينتقم منه على اللي عمله فيه من 15 سنه. بيلف جاك ظهره وبيرجع لورا وبيقول له يبقى نخلص موضوعنا دلوقتي بقى. والله قال له كده. وبيشتبكوا مع بعض من تاني وبتبدا تغرق السفينه، وبتقع توك داخل السفينه وبترمي ناتري نفسها وراها علشان تحاول تنقذها، لكنهم بيتحبسوا ومش بيعرفوا يخرجوا. وبياخد سبايدر كيدي وبيطلعوا لقمه السفينه، وبيرجع توك علشان ينقذ عيلته. وبيقدر جاك يضرب العقيد ويخليه يفقد الوعي لكنه مش بيموت. وبتتحبس ناتري داخل السفينه ومش بتعرف تخرج لحد ما بتيجي كيدي وبتقدر تنقذها هي وتوك وبتخرجهم. وبيفقد جاك الوعي هو كمان، وبعد لحظات بيجي توك وبيقدر ينقذه. وبينقذ سبايدر باباه العقيد لكنه بيسيبه وبيرجع يعيش تاني مع جاك وعيلته. وتاني يوم بيقول جاك لرئيس القبيله ان هياخد عيلته وهيهاجر، وبيتاسف له على كل الاذى اللي سببه ليهم. لكن نواتري رئيس القبيله بيرفض انهم يخرجوا من الجزيره وبيطلب منه يفضلوا معاهم. اما حضرتك كنت فين طول المعركه دي؟ وبيوافق جاك وكانه مصدق. وبعد كده بيودعوا نورم لمسواه الاخير وبيعيشوا في الجزيره بسلام. واستنوني بقى في الجزء الثالث ده لو عشنا ان شاء الله. باي.